تخيل معي إن أغرب إنسان لك اللي كنت تشوفه مثل أخوك يغدر فيك ويخونك بأبشع طريقة ممكن تتخيلها. قصتنا صارت في فلوريدا بأمريكا. أبطالها 3 أشخاص: براين ومايك ودينيس. براين ومايك كانوا أكثر من مجرد أصحاب، كانوا مثل الإخوان وعاشوا حياتهم كلها مع بعض. لكن في مشكلة واحدة بس: براين حب بزوجة مايك اللي اسمها دينيس. في عام 1997 بدأ براين يناظر دينيس بطريقة مختلفة، ودينيس انتبهت له، وصاروا الاثنين يحسون بمشاعر قوية بينهم، وبدأوا علاقة سرية خلف ظهر مايك. العلاقة استمرت سنوات طويلة، وكل يوم كانت الخيانة تكبر، وكل يوم كانوا يفكرون بطريقة تخليهم مع بعض للأبد. لكن المشكلة كانت إن دينيس متدينة بشكل كبير، وكانت ترفض فكرة الطلاق تماماً لأنه يخالف معتقداتها الدينية. بعد تفكير طويل خطرت على بالهم فكرة مجنونة. قالوا: بما إن الطلاق مستحيل، ليش ما نتخلص من مايك بشكل نهائي؟ وبدأوا يخططون لجريمة قتل مثالية. في سنة 2000 براين دعا مايك لرحلة صيد بط في بحيرة معروفة عندهم، ومايك وافق بكل ثقة لأنه كان متعود يروح مع صاحبه براين دائماً. وصلوا البحيرة في صباح بارد جداً، ومايك كان لابس جاكيت ثقيل وبنطلون مخصص للصيد، ثقيل ويمتص الماء بسهولة. أثناء ما كانوا في وسط البحيرة، براين شاف فرصته وجا الوقت لتنفيذ خطته. فجأة وبكل قوته دف براين مايك من القارب في الموية الباردة، متوقع إن الملابس الثقيلة تمتلئ بالموية وتخلي مايك يغرق بسرعة. لكن مايك كان قوي وعنيد. بسرعة قدر يخلع الجاكيت الثقيل وينتزع البنطلون ويحاول يتعلق في جذع شجرة قريب. براين لما شاف خطته فشلت، مسك بندقيته وصوب مباشرة على صاحبه اللي يعتبره مثل أخوه، وأطلق النار عليه بدون رحمة. مايك مات في الحال، وبراين أخذ جثته ودفنها في بحيرة تانية بعيدة عشان الشرطة ما تكتشف الموضوع. في هذه الأثناء دينيس بدأت تمثل دور الزوجة القلقة وتكلم الناس وتسأل: ما شفت زوجي؟ مايك اختفى، ساعدوني ألقاه. الشرطة بدأت حملة بحث واسعة جداً استمرت 44 يوماً. بحثوا بكل مكان في البحيرة، لكن للأسف ما لقوا شيء غير قارب مايك الفاضي. بالأخير الشرطة توقعت إن مايك تعرض لحادث وغرق وأكله تمساح كروكودايل. بعد مرور 6 شهور صياد كان يصيد في نفس البحيرة لقى الجاكيت الخاص بمايك. الغريب إنه ما كان عليه آثار أسنان التمساح. الشرطة هنا بدأت تشك، لكن للأسف ما كان عندهم دليل قاطع يدين أي شخص. في هذه الأثناء دينيس كانت مشغولة بشيء تاني: التأمين على حياة مايك اللي قيمته 1,700,000 دولار. والأكثر شراً إن براين بنفسه اللي باع التأمين لصديقه قبل موته بمدة قصيرة. الحياة استمرت طبيعية، وبعد 5 سنوات تزوجوا براين ودينيس، والأدهى والأمر إنهم عاشوا بنفس البيت اللي كان يعيش فيه مايك. الحياة كانت ماشية بشكل طبيعي لحد ما ظهرت شخصية جديدة في القصة: شيريل أو مايك. شيريل ما صدقت رواية الشرطة عن موت ولدها بسبب التماسيح. حست إن في الموضوع جريمة. لسنوات طويلة حاولت إنها تجمع أدلة وتحرك الشرطة مرة تانية. نشرت إعلانات في الصحف ورفعت لافتات في الشوارع وطلبت الشرطة تعيد فتح القضية. للأسف الشرطة فتحت القضية مرة تانية، بس ما لقت أدلة جديدة ورجعت أغلقتها. تمر السنين ووصلنا عام 2012. العلاقة بين دينيس وبراين بدأت تنهار. انفصلوا بشكل غير رسمي، وبعد 3 سنوات في 2015 قررت دينيس تطلب الطلاق من براين. براين جن جنونه، يقول في نفسه: أنا قتلت أعز أصحابي عشانك، والحين تبين تطلقيني وتتركيني؟ مستحيل. في يوم من الأيام براين تسلل لسيارة دينيس واختبأ فيها. لما طلعت الصباح رايحة للدوام فاجأها من المقعد الخلفي ووجه السلاح على رأسها وهددها. قالها: تتراجعين عن الطلاق وإلا راح أقتلك. دينيس من الخوف وعدته إنها تتراجع، لكن أول ما نزل براين من السيارة راحت على طول للشرطة وبلغت عنه. لما قبضوا على براين كان غاضب جداً إن دينيس بلغت عنه، فقرر ينتقم بطريقته الخاصة واعترف فجأة: أنا اللي قتلت مايك، ودينيس كانت متفقة معي على كل شيء. الشرطة صدمت وفتحت التحقيق مرة تانية، وقبضوا على دينيس بعد 18 سنة من الجريمة. براين اعترف بكل شيء مقابل صفقة تخفف الحكم عليه، وأخذ 20 سنة سجن. أما دينيس أخذت حكم بالمؤبد، بعدين تم تخفيفه ل30 سنة. أخيراً شيريل أم مايك حصلت على الراحة اللي كانت تبحث عنها طول عمرها. الحقيقة طلعت أخيراً، وعرفت مين قتل ابنها.
لأن مهما طال الزمن العدالة بالنهاية رح تنتصر وتكشف كل شيء. فاير